انت بتيجي تست مع الشرح مستمتع وكل حاجه ويعني ماشي مع الماده وكل حاجه كويسه، تيجي تحل بقى تلاقي في عك وغلطات كتير. في واحد شال ملحق دين، انت متخيل؟ يعني شال ملحق في الدين. فانت لا يعني ما تقولش ان انا بقى مش مضافه فمش هذاكرها والكلام ده كله، لا. انا فاكر ان والدي يجي قبل الامتحان بيومين وقال لي ما تحل سامي لعبد الرحمن كده، اقول له غلطت في كام غلطه. رحت حليت من كتاب بيان وجيت قلت له غلطت 12 غلطه. قاعدين في الحر ورجلينا بص خلاص ورمت، فقدروا بقى التعب ده واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس. كل ما اجي اسال حد في الكليه اقل حد ناقص مثلا ايه من 7 ل 10 درجات، دي احسن واحد. انا 11 درجه لسه. والله يا جماعه الجيولوجيا دي ماده ممتعه جدا، يعني ماده والله ممتعه، اللي هو لو انت مثلا ايه هي اللي ممتعه في هي اللي ممتعه. ممتعه في امتحانات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا تجربه مختلفه في الثانويه العامه دكتور عبد الرحمن. انا وريتكم تجربتي في الفيديوهات اللي فاتت كلها، فان شاء الله هنشوف النهارده تجربه جديده من دكتور عبد الرحمن باذن الله. هنسال شويه اسئله كده خفيفه يعرفنا فيهم عن نفسه وعن تجربته في الثانويه العامه وجاب كام ودرجات المواد وكل حاجه والكتب وكل ده، والمراجعه بقى والشوامل وكل الحاجات دي هنعرفها دلوقتي. فكمل الفيديو للاخر عشان مهم جدا، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان خاطر في فيديوهات كتير جدا مهمه الفتره الجايه. ويلا بينا نبدا. اول حاجه اسمك ايه ومنين وكده، عرفنا عن نفسك يعني. انا عبد الرحمن الخطيب من كفر الشيخ، مركز الحمول، ومش لازم اتطرق اكتر من كده يعني. الحمد لله جبت في ثانوية عامة 94.15%، اللي هو يعني كام 386 من 410. المفروض يعني المجموع ما عادش هيفرق معاكم عشان ايه الدنيا اتغيرت شوية، في مواد اتشالت. والله هو يعني مش حلو قوي بس ماشي، ما علينا، انت على مني يا عم. مش لازم نتطرق للموضوع ده. لا انا بتكلم على ان المواد اتشالت وكده يعني، شالوا اسهل مادتين حرفيا يعني. المهم يعني ان شاء الله الدكتور يسالنا حبه اسئله كده وهنجاوب يعني في النص. ماشي. عايزين نعرف درجات المواد، يعني درجات كل ماده. جبت كام فيها؟ ولو تدي نصيحه مثلا في كل ماده سريعا كده، مثلا يعني اهم حاجه في كل ماده يعملوا يركزوا على ايه بالظبط في كل ماده؟ بص، هو اولا العربي ودي اهم ماده في اي حاجه يعني. اي نعم هي صعبه ومعظم الطلاب بيكرهوها بس انا كنت احبها يعني، بس هي اهم ماده ولازم تحبها غصب عنك. والعربي الحمد لله يعني من احسن المواد اللي جبت فيها درجه، كنت جايب فيها 76.5. ما شاء الله ما شاء الله. هو انا طول السنه يعني كنت بذاكر عادي جدا وكل حاجه، بس جيت في اخر السنه عملت حاجه حلوه ان هو حليت شوامل كتير. ودي الماده الوحيده اللي حليت فيها شوامل كتير اصلا. وانا يعني كنت بحل طول السنه من كتاب الامتحان، وكنت احيانا بحل كيان كان صعب شويتين ثلاثه بس كان بيفيدني جدا صراحه. انا كنت بحبه يعني، اللي هو ايه، بحب انا الحاجات اللي خلاص ممكن تيجي في الامتحان او كده. بس مستواه كان كويس قريب من الامتحان ولا كان بعيد كان؟ لا هو النحو كان صعب جدا، لذلك كان مستواه قريب من الامتحان. النحو نفسه، تمام. فهو كان قريب من الامتحان. طيب يعني عايزين حل الموضوع القطع والنصوص، نعمل ايه؟ ما تتحلش. لا يعني احنا مثلا دلوقتي واحد مش عارف يحل قطع او بيغلط فيها كتير، يعمل ايه يعني؟ يظبطها ازاي او يتدرب عليها ازاي؟ وانت يعني كنت بتحل قطع منين برضو غير النحو؟ يعني بتحل قطع منين ونصوص وكده؟ والله انا يعني اكتر غلطاتي انا ما كنتش خايف من النحو اصلا ولا عمري خفت من النحو يعني تقريبا. واكتر فرع مضمون النحو. اه اكتر فرع مضمون ايوه يعني انت ضامن ان هيجيلك المنهج منه. وتقريبا يعني طول مسيرتي ديت ما يعني مش فاكر ان انا غلطت سؤال في النحو اصلا. سهل بحبه. لا والله انا كنت بنقص كتير. خبير لغه عربيه. لا والله كنت بنقص كتير في العربي، بس النحو ما كنتش بنقص فيه، كنت بحبه فعلا. كنت بسمع الاستاذ وليد محسن في القطع ازاي تحل قطعه وكده، فهو صراحه فادني كتير. والله هو بالنسبه للقطعه يعني اللي فادني فيها جدا هي والنصوص المتحرره يعني، اللي فادني فيها جدا الاستاذ وليد محسن. ازاي تحل القطعه، وهو كان عامل حاجات برضه تقريبا السنه دي. اي نعم هتحس ان انت ما بتستفادش، بس بجد مع كتر الحل وكده، وان هي حاجات صغيره خالص. كنت سمعت برضه فيديو للدكتور بيقول مثلا ترقم مش عارف ايه، كلها حاجات خفيفه بس هتفيدك جدا جدا يعني. انت في الامتحان ممكن تغلط في اتفه حاجه وانت مش متوقع اصلا ازاي انا غلط في الحته دي، وبدرجتين ولا بدرجه عليه.
هو فعلا الاستاذ وليد محسن بجد، انا سمعته، يعني انا سمعته في الاخر في ليالي الامتحان وفي المراجعه كنت بسمع له كده شويه فيديوهات كان هو حاططها في دفعه 2023 الدفعه اللي قبلي اصلا، كان منزلها وكان بينزل حاجات بشكل دوري بجد صراحه، كان حاجات كويسه قوي. كان بيشرح فيها بقى اللي هو ازاي تحل القطعه بكل التفاصيل بجد، يعني كل سؤال مثلا ايه ما معنى كذا او ما المقصود بكذا او الشاعر يقصد ايه، فاهم إيه عاطفه الشاعر والحاجات دي كلها. كان كل ده بيسال عنه في الاسئله، وكان الاستاذ وليد محسن كان بيمسك سؤال يعرفك ازاي تفكر في السؤال وازاي تجيب فكرته وتحله صح، ايا كان بقى القطعه دي جايه او النص ده جاي منين بقى، من شعر جاهلي، شعر عباسي، شعر مش عارف ايه، ايا كان الشعر ده نوعه ايه، هو بيوريك الطريقه انك تحل بيها ايا كان الشعر ده مدرسته ايه. تمام، فانت اسمع الاستاذ وليد محسن ازاي تحل القطع والنصوص، هو بجد هيفيدك جدا يعني. وده العربي، هو جاب كان في العربي 76 صح؟ ونص. 76 ونص، النص ده اهم من 76. خلينا بقى نخش على الانجليزي. عايزين نعرف بقى جبت كام في الانجليزي وذاكرت منين ولا حليت كام شامل والحوارات دي كلها، او خلي الشامل لوحدها يعني، خلي الشامل في يعني حته لوحدها. خلينا نعرف بقى الانجليزي. الانجليزي انا جبت 48. صراحه الانجليزي برضو ذاكرته ياما. يعني دي ما كانتش شطاره مني، بس عشان كنت بتابع مع مدرس وكده وكان شادد علينا شويتين اللي احنا نحل ياما وكده، بس هو ما شاء الله يعني كان حاجه تانية. والانجليزي اهم نصيحه فيه ان هو ان انت تنزل سنتر ما تاخدش اونلاين. والله اعلم يعني انا ما شفتش حد اونلاين حلو، او ان انا اصلا ما ببحثش على حد اونلاين يعني انت ما جبتش حد وانا في الانجليزي نهائي نهائي. اللهم الا درس مثلا كده سمعته وخلاص انا بس. دايما بقول لهم يا جدعان انزلوا سنتر في الانجليزي. بس انا كنت طول السنه يعني في حاجات بسمعها اونلاين بس مش كله، بس طول السنه جيت في المراجعه نزلت قصدي كملت اونلاين بس ندمت الصراحه. فبجد لا، الانجليزي سنتر احسن بكتير. الانجليزي برضو موضوع الترجمه، يعني الترجمه بيغلط فيها، والقطع برضو نفس المشكله ان هو مش بيعرف يحل قطع والكلام ده. الترجمه اللي هي الاختياري اه يا عم الاجابه المختلفه في الاربعه تعمل عليها غلط. لا يا عم انت كده بتدلهم يا عم. هو بيقول لك الاجابه المختلفه اختارها وخلاص. لا يعني هو انت برضه حاولت يعني تشغل دماغك في الاستبعاد، مش مشكله يعني. على فكره انا اصلا ايوه فعلا نص اسئله الترجمه انا حليتها بالاستبعاد. بس برضه انت لازم تحفظ كلمات كتير، لازم تحفظ كلمات كتير قوي بره المنهج، بس ما تكونش انت اصلا مضيع كلمات منهجك وتيجي تحفظ كلمات من بره المنهج وانت اصلا مضيع كلمات المنهج، ده مش منطقي. ايوه مهمه جدا، لازم تكون انت ظابطها الاول، بعدين بقى فكر تحفظ من بره المنهج. لكن ما تقعدش تضيع وقت في بره المنهج، ممكن في الاخر ما يجيش منها ولا سؤال، وكلمات المنهج يجي منها اسئله كتير قوي وانت مش عارف تحلها. فركز الاول انك تحفظ كلمات المنهج كويس قوي، بعدين بقى فكر تحفظ كلمات من بره المنهج. فركز على الانجليزي عشان خاطر الانجليزي بيوقع. انا وقعت في الانجليزي، هو جت 48 فما شاء الله عليه يعني. بعد الانجليزي بقى الفرنساوي، الماده اللي بتفرح الجمهوريه كلها. اعتقد انت قفلت الفرنساوي صح؟ جبت 39 بس انت بتسأل على الفرنساوي هو تبعهم. هو احنا بقى عايزين نتكلم عن الفرنساوي شويه عشان خاطر هم عندهم الفرنساوي مش بيتضاف وما لناش في الفيديو اللي فات، فعايزين نتكلم عن الفرنساوي. لا ولا الفرنساوي مادة لذيذة خالص عادي تذاكر. طب يذاكرها ازاي؟ عشان هم عندهم اصلا الموضوع اخف من عندنا، وعندهم غير مضاف للمجموع. ما اظنش اي حاجة زي الانجليزي وخلاص يعني عادي مش. او مثلا لو انت مثلا عشان هي ما بتنضافش مثلا ممكن تذاكر انت الحاجات اللي هي زي الجرامر كده وخلاص، اللي هو ايه حاجات بسيطة خالص يعني ان شاء الله الدنيا سهلة يعني. تمام. انا عندي ممكن تقول عندي شويه في الفرنساوي. انا قفلت الفرنساوي الحمد لله، بس ايه يا عم ده فرق درجه يا عم. المهم الفكره في الفرنساوي، انت ممكن لو انت كنت شاطر في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، لو انت كنت شاطر كويس في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، فانت ممكن تعتمد على نفسك، انك تذاكر تراجع مع نفسك، لان اصلا ثالثه ثانوي هي محصله اولى وثانيه ثانوي. مفيش حاجات كتير قوي جديده في الثالثه ثانوي في الفرنساوي، غير كم قاعده صغيره كده، وانت اصلا مش مطلوب منك غير انك تنجح وخلاص، مش عايزين درجه يعني. فانت هتركز مع نفسك، تحفظ كلمات كتير قوي، عشان والله الفرنساوي والله ما هو الا حفظ كلمات. انت ممكن اصلا ما تذاكرش الجرامر وتحفظ الكلمات تخش تقفل الامتحان بالكلمات بس. فهو الجرامر مهم بس الكلمات اهم بكتير. فانت احفظ كلمات كتير قوي في الفرنساوي، ولو انت كنت شاطر كويس في الفرنساوي مش مع نفسك. لو بقى كنت مش قد كده في اولى ثانيه ثانوي، فيفضل الصراحه انك تتابع مع حد او تشترك مع حد، او حتى على الاقل تسمع حد بيشرح على اليوتيوب، عشان الفرنساوي بصراحه لو انت ميح فيه خالص او مش عارف فيه حاجه هيبقى صعب جدا جدا انك تمشي مع نفسك في بس لوحده كده، هيبقى الموضوع صعب بجد. فانت شوف حد بيشرح على فرنسا على اليوتيوب، او لو ما فيش اشترك مع حد اونلاين، نصيحه يعني، عشان خاطر ما يتعبكش في المذاكره وانت محتاج الوقت. مش هينفع نضيع وقت في الفرنساوي ونسيب باقي المواد، فانت محتاج الوقت، حاول تشترك مع حد يوفر لك وقت. بس دي خلاص الفرنساوي يعني. عايزين بقى نشوف المواد بقى العملاقه، الفيزياء والكيمياء والاحياء. خلينا نمسك الفيزياء الاول، جبت فيها كام وعملت فيها ايه، وانت شكلك بوظت الدنيا فيها. الفيزياء
كنت انا حلو فيها طول السنه، وكان المهندس محمود مجدي ربنا يبارك له كان كان مظبط الدنيا معايا. بس انا غلطت غلطه حلوه هنا، انني ما حلتش ياما في المراجعات النهائيه. ودي اكبر غلطه في الفيزياء، ان انت ما تحلش ياما، مع اني كنت شاطر جدا جدا جدا، وكنت بحب جدا جدا الفيزياء. بصراحه المهندس محمود مجدي كان مظبطنا فيها جدا، وشرحه مبسط جدا، بس ده ما يغنيش عن الحل الكتير. يعني الدكتور يوسف لما يقول ان هو حل 60 امتحان ما تزعلوش منه. انا في ناس اشتكت لي منه، بس والله لا، يعني الفيزياء تستاهل. بس برضه يعني مش عشان انت تيجي على خاطر ماده تانية، يعني كلها مواد. بالظبط. بس لا لا، الفيزياء عايزه حل كتير بجد، فحلوا كتير في الفيزياء. ولو انت كنت مضيع، ممكن يعني مثلا ايه، تسمع المهندس محمود مجدي في الشرح، والمراجعات الاستاذ محمد عبد المعبود افضل. هو مراجعاته ليالي الامتحان الاستاذ محمد عبد المعبود افضل، وبالذات فيديوهاته مع الاستاذ احمد بركه رائعه جدا جدا. طيب انت جبت كام في الفيزياء؟ برضه 54 ونص. ما شاء الله. طيب يا عم كويس اهو، يعني عوضت اللي انت زدت في العربي. لا تقريبا انا غلطت سؤال ما كنتش متوقعه، مش عارف هو انا غلطت في ايه، بس انا كنت متوقع يعني ان انا اجيب 56 يعني، بس مش مشكله. جبت 56 ونص؟ لا جبت 54 ونص، يعني انا كنت متوقع ان انا اجيب. يعني انت كنت متوقع تجيب 56 اه وجبت 54 ونص. اه انت ليك فعلا في سؤال ما خدتش بالك منه، او سؤال فيه كان فيه غلطه والكلام ده كله يعني. لو كان فيه ممكن ممكن. ماشي كويس. الفيزياء برضو كويسه. عايزين الكيمياء بقى. الكيمياء عشان عامله رعب لمعظم الدفعه الحاليه، بسبب ان هي تقيله شويتين، عايزه حفظ وفهم في نفس الوقت. فيعملوا ايه في الكيمياء؟ وجبت كام في الكيمياء؟ وكنت برضه بتسمع مين؟ عشان دي سؤال مهم، بتسمع مين في الكيمياء؟ الكيمياء انا كنت متابع في السنتر اكتر. آه بس برضه يعني لما كنت بحب اسمع، كنت صراحه بحب اسمع الاستاذ خالد الصقر، يعني كان رائع في كلامه سلس كده، اللي هو ممكن تسمع منه الدرس تخلصه حلو يعني. بس ما اشتركتش مع حد ولا عملت اي حاجه طول السنه، عادي جدا يعني. وحليت فيها كتاب مندليف والامتحان طول السنه. في المراجعات النهائيه حليت كتاب ايه نسيته. لا مش هتفتكر انت. نسي كتاب الكيمياء، هو حل اصلا ايه في الكيمياء. فلو افتكر هكتب لكم في الكومنتات باذن الله. بس هو بيقول ان هو كتاب مش ما كانش احسن حاجه يعني، يعني نقصه في الكيمياء. وانت جبت كام في الكيمياء اصلا؟ 54 وبكل فخر. هو مش عاجبه 54 خالص يعني، مش عارف ليه. لا 54 كويس. لا الفيزياء والكيمياء كنت انا بحبهم طول السنه. بس زي ما قلت، اللي انا ما حلتش جامد فيهم في اخر السنه، فده اللي زعلني. بس انا من النوع اللي بيحب الفيزياء والكيمياء اصلا جدا يعني، وبحب الحل جدا وبحب الافكار جدا. بس يلا بقى، حصل خير. يا عم 54 كويس يا عم والله، يعني 54 عظيم ما شاء الله يعني. ربنا يحفظك. طيب كده قلنا الكيمياء. الاحياء بقى، يعني دي البيج بوس بتاع المواد كلها في النظام الجديد. يعني هي اكتر ماده فعلا عامله مشاكل، وانا اكتر ماده نقصت فيها الاحياء. انا نقصت 11 درجه في الاحياء، جبت فيها 49. فعايزين نعرف انت جبت كام في الاحياء، وكنت برضه بتذاكرها ازاي؟ لان الاحياء فعلا مذاكرتها بحس هي مختلفه عن باقي المواد، تحسها كده عايزه طريقه. انت بتيجي التست مع الشرح مستمتع وكل حاجه، ويعني ماشي مع الماده وكل حاجه كويسه. تيجي تحل بقى تلاقي في عك وغلطات كتير. فبجد عايزين نعرف يعني نعمل ايه في الاحياء. وجبت كام في الاحياء؟ بص، هو الاحياء لا ماده بتتذاكر ولا بتتحفظ ولا بتتفهم ولا اي حاجه. الاحياء انا كنت من اكتر المواد اللي بكرهها، مع ان كنت باخد عند مدرس كان شرحه جميل جدا. كنت بسمع الجوهري تاني، ما كنتش بسمع الجوهري عشان مش فاهم حته في الشرح. اسمعوا يوتيوب لا كنت مشترك معاه. طول السنه؟ هو كان في طول السنه. انا اشتركت طول السنه، بس مش العرض بتاع طول السنه، انت فاهمني. تمام. اللي هو مثلا ايه، كنت بعد ما اخلص الفصل كنت بقوم جاي مشترك مع الفصل على بعضه، اللي هو ايه، عايز اسمع. الورشه؟ لا مش الورشه، كنت بشترك. تمام، كان بيعمل عليه عرض مثلا وكده، فبقوم جاي مشترك وخلاص. بس اشتركت طول السنه فعلا. تمام. مع آه السنتر. آه مع السنتر. مع السنتر، والسنتر كان احسن بكتير صراحه. انا كنت يعني السنتر كنت بستفاد منه اكتر. بس بقى اللي كان بيخليني ارجع للجوهري، ان انا باجي احل مش عارف احل، يعني مش عارف ليه. اللي هو كنت ماده بكرهها، وكانت حوارات يعني. سبحان الله، هي الماده اللي انقذتني في الاخر، هي اللي فرقتني عن الكل. كنت جبت فيها الحمد لله 55. ما شاء الله. ودي بالنسبه للاحياء رقم خرافي. بجد.
بالذات اصلا اي حد، يعني مثلا كل ما اجي اسال حد في الكليه اقل حد ناقص مثلا ايه من 7 ل 10 درجات، دي احسن واحد. انا 11 درجه لسه. وفي ناس فعلا ناقص 15 درجه اللي هو ايه، وناس جايبين كام 390 يعني تقريبا 96% ولا 95%، وناقصين 10 درجات في الاحياء وخمسه منهم في العربي، يعني رقم في العربي والاحياء بيوقعوا الاشطر واحد. انا قابلت واحد في الكليه في السكشن، واحد مش في السكشن، قابلته في الكليه يعني، قال لي ان هو ناقص تقريبا 20 درجه في العربي، 20 درجه في العربي، وجايب 57 في الاحياء. بجد انت متخيل؟ فهو العربي والاحياء اكتر مادتين، يا اما لو ركزت عليهم هيرفعوا مجموعك، او لو ضيعتهم بجد هينزل مجموعك جامد. فانت ركز قوي على الاحياء والعربي عشان دول بيدمروا المجموع يا بيرفعوه. انت وحظك بقى، او مش انت وحظك، انت ونصيبك يعني ايه والقدر يعني. فاضل بقى ايه الجيولوجيا. والجيولوجيا عندكم مش مضافه للمجموع، بس مهمه جدا. المواد اللي غير مضافه دي مش معناها ان هي غير مضافه انك هتهملها، لان والله انا كان معايا يعني في ناس عرفتها، كنا في اولى وثانيه ثانوي، في واحد شال ملحق دين، انت متخيل؟ يعني شال ملحق في الدين. فانت لا يعني ما تقولش ان انا بقى مش مضافه فمش هذاكرها والكلام ده كله، لا ركز عليها برضو، انك ما تهملهاش، عشان ممكن تلاقي انك جاي مثلا فوق ال 90 وقاعد مستني التنسيق بسبب ان انت سقطت في ماده والكليه راحت عليك بسبب ايه؟ ان خلاص المعهد خدوا العدد الكافي، مش عايزين حد تاني. فانت لازم تركز انك تعدي نص الدرجه، مش لازم تضيع وقتك كلها عليها، بس اديها حقها بس. فعملت ايه في الجيولوجيا وحددت فيها ايه؟ وجبت كام في الجيولوجيا؟ كده قفلتها صح؟ جبت 59. لا غلطت غلطه مش عارف اصلا غلطتها ليه يعني، بس ما علينا. فاكرها؟ لا فاكر، هي كانت في الصفحه اللي على الشمال في اول سؤال، بس مش فاكر مش فاكر نص السؤال. المهم يعني ان امتحان الجيولوجيا كان سهل جدا جدا جدا، كان حرفيا 50% منه او اكتر، لو حد بس كان عارف مكانهم في كراسة اسمها ايه المفاهيم، كان يجيبه عادي. يعني انا فعلا جايب من كراسة المفاهيم حاجات ياما، بس ما تعتمدش عليها 1%، يعني مش مضمونة، لا بجد مش مضمونة. المهم المواد اللي ما تضافش المجموع يعني ما تضيعش وقتك عليها قوي، بس تستحق، عشان زي ما الدكتور قال لو كده يعني هتزعلك جامد. بالذات بقى الجيولوجيا والفرنساوي، يعني حاجات طبعا كانوا من سنة فاتت كانوا بينضافوا للمجموع وبقوا عندكم مش مضافين، وانتوا اكيد ما بتذاكروش طول السنة. لا فلازم بجد يعني مثلا لو نص ساعة او ساعة مثلا في الحاجات ديت مثلا كلها، لحد مثلا ايه لحد ما تيجي تمتحن عليهم، مش هتاخد منك وقت دلوقتي بس هتفرق معاك بعد كده. بس ده اللي انا اقدر اقوله يعني في الحاجات دي. الجيولوجيا زي ما الدكتور قال برضه ان هي ماده سهله، لو انت عندك المعلومه في دماغك وعارف مكانها في كتاب المفاهيم، حقيقه هتفرق معاك جدا، وهتلاقي الامتحان ما بياخدش وقت وبتحل صح وبسرعه، فاهمني؟ وهتلاقي نفسك قاعد مطمن في الامتحان. لكن لو انت بقى مش حافظ الكلمات او مش حافظ الموضوع اللي انت بتتكلم فيه في الجيولوجيا او المنهج بتاعك، هتلاقي نفسك رايح الامتحان عمال تقلب في ورقه المفاهيم مش عارف تطلع المعلومه ليه، لان هي اصلا مش في دماغك. لازم تكون في دماغك وانت بتحل وبتتاكد من ورق المفاهيم، مش انت بتحل منها، لا انت بتتاكد منها، فاهمني؟ يعني ما تبقاش انت معتمد عليها بشكل كامل، لا انت احفظ المعلومات وخليها في دماغك وحل السؤال، خلاص السؤال روح راجع نورة المفاهيم. ده اللي انا كنت بعمله الصراحه، وانا اصلا نص الامتحان او اكتر من نص الامتحان كمان حليته منها حرفيا. فركز على ورق المفاهيم، ونصيحه مني من دلوقتي حاول تفتح ورق المفاهيم مثلا على التابلت او على التليفون او على اي حاجه، افتحه جنبيك وانت بتحل. هتقولي بقى اطبعه وما اطبعوش، هو الموضوع هيبقى مكلف صراحه، يعني مش عارف كمان 300 صفحه ولا 400 صفحه، فالموضوع هيبقى مكلف قوي في فلوس يعني. انا كان معايا حد من الدفعه اللي قبلي قريبي يعني، كانت بنت كانت ادتني الورق المفهوم بتاعها، هي طبعاه في الدفعه اللي قبلي واديته لي، فكنت بحل منه صراحه، بس مش قوي، كنت برضه معتمد على فكره البي دي اف اكتر عشان كان في حاجه بتتغير، فاعتمد على البي دي اف احسن، حمله بي دي اف وحل منه وانت بتحل الاسئله عشان هيفيدك جدا، وهيوفر عليك وقت في انك وانت بتحل الامتحان انك انت متعود عليه اصلا. ماشي. بالنسبة يا شباب بالنسبة لورقة المفاهيم، فما تعتمدش عليها 1%، ما تبدأش حل منها غير لما انت تكون ذاكرت المنهج حلو جدا جدا. بعد كده بقى يعني انت اصلا هتبقى داخل الامتحان هتبقى مذاكر المنهج حلو وهتنساه في قلب الامتحان، فهنا بقى يعني ايه هتبقى فاكر على الاقل اماكن الحاجات. لا بجد رهبة الامتحان يعني بتبقى بالذات على البنات بتنسي فعلا، فما تعتمدش على المفاهيم بس هتفيدك.
احنا ممكن برضو يعني قريب ان شاء الله ممكن نبقى نعمل برضو لقاء تاني مع الدكتور في موضوع الامتحان واللجنه والرهبه والكلام ده كله ان شاء الله. يعني هنحاول بس ايه نخلص امتحانات الكليه اللي مش عايز تخلص دي. كل اسبوع امتحان، عندنا امتحان الاسبوع الجاي، قاعدين في الحر ورجلنا بص خلاص ورمت. فقدروا بقى التعب ده واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس وكل الحوارات الجميله بتاعت يوتيوب دي ما تنساش. يعني عايزين ندخل بقى على الشوامل ودي اهم حاجه. عايز نعرف حالات كام شامل في كل ماده وحالات من كتب ايه في الشوامل عشان الموضوع عامل لهم ركه يعني. فعرفنا كده نبدا برضو بالعربي نفس الترتيب، حالات كام شامل في العربي وحالات من كتب ايه المراجعه. بالنسبه للعربي فهو عايز حل كتير عشان القراءه والنصوص اللي هي القطع يعني. يعني هي مثلا مش هتجيلك قطعه بعينها يعني، بس هتتعود عليها وكده. فلازم تحل كتير بجد في العربي، والنحو برضه هيفيدك جدا. يعني العربي كل فروع اصلا لازم تحل عليها كتير كله. ومعظم اللي غلطنا كان الادب اصلا اللي هو او البلاغه، يعني حاجات ما كناش متوقعينها اصلا. فحل على العربي كتير. انا حليت تقريبا 30 شامل كانوا من حليت كتاب البيان. كتاب البيان شوامل صعب جدا جدا جدا. بس انا كنت بحب احل من الحاجات الصعبه ديت. كنت بقى مشترك مع الاستاذ وليد محسن وكده، فهم حلهم معانا وكده. وانا كنت عارف ان هو صعب، فعشان كده يعني ايه اشتركت. يعني انا فاكر ان والدي يجي قبل الامتحان بيومين وقال لي ما تحل شامل عبد الرحمن كده، اقول له غلطت في كام غلطه. رحت حليت من كتاب بيان وجيت قلت له غلطت 12 غلطه. بس انا كنت قاصد ان انا اقول له الرقم دوت عشان يعني ايه ما يحطش امل فيا كبير. اللي هو ايه مش عايز يتعشم يعني. بس انت كنت غلطت فعلا 12. غلط، لا انا مش هكدب. بس انا مثلا كنت ممكن اروح احل من كتاب الاضواء او الابداع، وكنت مثلا اغلط 5 غلطات مثلا عشان كنت مذاكر منهج حلو، ان شاء الله. او 4 غلطات عادي. لا بس كتاب بيان صعب جدا. وحظي كمان ان هو صادف امتحان سهل، يعني كان اسهل امتحان تقريبا في كتاب بيان. يعني كتاب بيان اقل امتحان تغلط فيه 15 غلطه جدا عادي يعني. انت حليت كام شامل توتال؟ بس هو كان شامل، بس كان بيجي لوحده تقريبا. حليت كام شامل توتال؟ توتال 30. 30. وحليت كتاب ابداع مراجعه نهائيه روعه. الابداع. اه طب عشان بس انا عندي تجربه مع كتاب الابداع الصراحه. انا تجربتي معاه ما كانتش احسن حاجه بصراحه يعني بجد، عشان كان اسئلته معقده. المدرس بتاعي كان قال لي في اخر المراجعه كده هات كتاب الابداع. بصراحه جبته كان فيه اسئله كتير قوي قوي صعبه ومعقده. اقسم بالله ما اعرفش انت بترشحه ازاي، مش عارف. حتى صاحبي عبد الرحمن بقى التاني اللي هو في طب اسنان اللي كان جاب لي النتيجه قال لي قول لهم في الفيديو، والله بجد قال لي قول لهم في الفيديو اوعى حد يشتري كتاب الابداع. والله عشان كان فيه فعلا اخطاء كتير، والله كان فيه اخطاء في الاجابات كتير انا قوي. كنت جايبه عشان المدرس بتاعي كان بيحل منه، وكانت الحاجات دي كان المدرس يعني كان في اخطاء في الاجابات، بس هو كان بيصلحها لنا يعني. حللنا منه مثلا. هو برضو بالظبط يعني زي ما هو قال كده برضو. يعني جبته مش عشان خاطر انا عارفه، لا هو المدرس بتاعي قال لي هاته فجبته. في النص هو اللي بنفسه اللي لنا وقفوه عشان فعلا طلع في حاجات وحشه وصعب قوي معقد بشكل غريب. فبصراحه انا شايف انه في كتاب بيان انت حله في ليله الامتحان مثلا، لو انت تكون بقى اتقنت الماده كويس حل منه مثلا شامل او اتنين، او على الاقل بلاش تقل الامتحان عشان هيعقدك بجد، وهتخش الامتحان متعقد. يعني ممكن تحله وبعد كده تحل بقى مثلا بحاجه سهله في ليالي الامتحان، اللي هو اي حاجه تفتح النفس. ماشي انا معاك الصراحه. بس انا شخصيا حليته في ليله الامتحان. بس كنت انا خلاص بقى عملت كل اللي عليا وذاكرت كل حاجه بجد. كنت بغلط فيه كتير يعني مثلا بغلط فيه 10 12 فاهم، في ارقام في الحدود دي. ايه. انت جبار. لا والله بجد يعني هو فعلا كان كتاب فعلا صعب. بس ما هو لك هو حل 30 امتحان شامل، ف 30 امتحان شامل في العربي كويس. انا برضه حليت حوالي مثلا 25 او 30 امتحان شامل في العربي. عايزين بقى نعرف الانجليزي حليت كام شامل في الانجليزي وبرضه من كتاب ايه؟ الانجليزي ما حلتش كتاب معين، بس كان المدرس زي ما انا قلت كان حلو شويتين. فحلنا لا يقل عن 50 امتحان شامل، رقم مش قليل يعني. رقم مش لا بجد حلهم معانا، ان هو بيحل معانا اصلا من ساعه ما خلصنا المنهج، اللي هو احنا مخلصين مثلا في شهر 3، فبدا يحل معانا على طول ومش عارف ايه. جزاه الله خيرا يعني. إيه يعني الكتاب كان اسمه كتاب ايه ولا هو كان مذكره؟ لا هو كان بيصور هو حاجات من عنده، واحنا كنا بنحل مراجعه نهائيه في كتاب الزيتونه. انما الشوامل لا، ما كان هو بيجيب هو الشوامل. انت ترشح كتاب الزيتونه؟ اه لا كتاب حلو جدا وصغير كده وحلو، بس فيه معلومات حلوه. صغير بس بيحير. ماشي. طيب بعد الانجليزي بقى عايزين نعرف الفرنساوي برضو، لغات كده ورا بعض. حليت كام شامل في الفرنساوي؟ الفرنساوي برضه حليت تقريبا 20 او اكثر، شويه صغيرين. بس برضه يعني كان المدرس برضه كنا بنحل مع المدرس برضه، اللي هو الفرنساوي ممكن تحل اصلا امتحانين 3 في الساعه، يعني مش تحل شويه قليلين يعني. تقريبا برافو. برافو. عايزين برضه نكمل باقي المواد. الفيزياء حليت كام شامل في الفيزياء؟
بلاش اعرف صح. هنيجي بقى للمعضله الكبيره اللي انا غلطت فيها، ان انا ما حلتش شويه من الفيزياء، بس كنت مركز على يعني ان انا اعيد الشرح تاني اكتر من اللي انا يعني كنت حاسس ان انا بقى لسه ما خلصتش ومش عارف ايه، والحته دي لا مش فاهمها قوي، فاروح اسمع الدرس تاني كله ومش عارف ايه. فدي كان اكبر غلط، محدش يعمل كده. اللي هو انا اصلا عدت ذاكرت اصلا منهجي مرتين ثلاثه، يعني مش رقم قليل، بس دي اثر عليا في الحل. فهو دي ممكن تكون غلطه، بحله كتير. حليت كام شامل في الفيزياء؟ تقريبا 5 6. بيقول لك حل 5 6 في الفيزياء وجاب 54 ونص. انا حليت 60 امتحان شامل في الفيزياء وجبت 59 يعني، بس ماشي يعني. الحمد لله. بس هو ده مش معناه ان انت تحل ال 60 في امتحان شامل او تحل 4 5، لا ما تعملش كده طبعا. انت خليك في النص، يعني انت مثلا حل مثلا من 10 ل 15، ده كويس قوي. بس غير امتحانات الثانويه العامه اوعى تسيبها بجد، دي اهم حاجه بجد. لا طبعا غير امتحانات الثانويه العامه يا جماعه. يعني لا لا لا، مش ما فيهاش جدال دي. دي مهمه جدا عشان الافكار بتتكرر. يعني عايزينك تدي نصيحه كده ليهم. هل الامتحان اخر السنه يبقى افكار كلها جديده وما عدتش على قبل كده على اي حد ولا جت في الكتب؟ مستحيل طبعا، ما كانش حد هيجيب اعلى من 90%. لا طبعا ده 80% منها يعني حاجات جايه قبل كده، امال احنا بنحل ليه؟ ما هو كده الحل ملوش اي 30 لازمه. عشان بس في ناس بتقول لك الامتحان افكاره جديده ومحدش بيجيب افكار من الكتب ولا افكار مكرره، لا كله جديد. لا، هو الافكار عادي بتتكرر. ركز بس على اسئله امتحان السنين اللي فاتت وحل كتير، بس مش عايز تعمل حاجه اكتر من كده. وعايزين برضو نعرف الكيمياء، حضرتك كام شايف في الكيمياء ومن كتاب ايه؟ يا عم انا قلت انا نسيت الكتاب. الكيمياء. يا جماعه انا مش متذكر الكتاب، بس ان شاء الله لو افتكرت هبقى اكتبه في الكومنتات او اقول للدكتور يكتبه. بس هو كان كتاب سيء جدا، ويعني اسوأ تجربه كانت في الكيمياء. لا ما انا هقول لك عشان لو حد بيحل منه يبطل حل منه. كان فيه غلطات ياما في الاجابات، ما كانش حلو خالص، الاسئله نفسها ما كانتش حلوه. فلا بلاش. حليت تقريبا 10 شوامل او 8 وامتحانات الثانويه العامه يعني، فبرضه كان رقم قليل برضه، وممكن يكون دي سبب الغلطات برضه يعني. ماشي، جميل ما شاء الله. الاحياء بقى اللي انت بجد عملت فيها معجزه 55، وبتقول انت كنت يعني في حاجات مش مذاكرها كويس في الاحياء، فعملت ايه في الاحياء؟ يعني يعني حليت كام شامل وحليت من كتاب ايه يعني؟ الاحياء وبلا فخر حليت تقريبا برضه 5 6 امتحانات. انا ما كنتش مركز خالص في الاحياء على حل الشوامل، يعني تقريبا حلهم ليل الامتحان كمان، اللي هو ايه مكبر دماغي من الحل. بس الاحياء عايزه برضه حل وعايزه مذاكره، يعني مش زي الفيزياء عايزه حل اكتر من مذاكره، لا هي عايزه الاثنين يعني. عايزه انا الاحياء ذاكرتها لا يقل عن 5 مرات، بسبب ان كل حته لازم تبقى فاهمها. في الاحياء ممكن مثلا الفيزياء يعني تحل افكار اكتر، لا الاحياء عايزه تذاكر حلو جدا، وبرضه ما تحلش اقل من 20 امتحان بجد، يعني 20 حلو في كل ماده صراحه، يعني رقم متوسط. سيبكم من 60 وسيبكم من الاربعه خمسه بتوعي. برضه غير الامتحانات الثانويه العامه، يعني برضه ايه كل اللي انا بقوله غير الامتحانات الثانويه العامه، يعني مثلا كل اللي انا بقوله مثلا ممكن يبقوا مثلا من 10 ل 15 شامل مثلا يعني. حليت من كتاب ايه؟ الاحياء والفيزياء الاثنين الامتحان، بس كنت في الاحياء طول السنه بحل من التفوق، والفيزياء برضه كنت بحل طول السنه من التفوق والامتحان. الامتحان يا جماعه حلو والله في الاحياء والفيزياء. تمام. حليت من الامتحان بس؟ في الاخر سنه مراجعات. اه. الامتحان بس، وحليت الشامل بتاعته اللي هم 7. طيب كويس جدا. الجيولوجيا حليت من كتاب ايه وحليت كام شامل فيها يعني؟ الجيولوجيا حليت من كتاب الامتحان برضه طول السنه، ومن كتاب الامتحان في اخر السنه. والله يا جماعه الجيولوجيا دي ماده ممتعه جدا، يعني ماده والله ممتعه، اللي هو لو انت مثلا ايه هي اللي ممتعه هي اللي ممتعه. ممتعه في امتحاناتها، مش ممتعه في مذاكرتها. ايوه بس محسوب. لا لا، ممتعه في امتحاناتها، مش زي الاحياء ممتعه في مذاكرتها، رخمه في اسئلتها. الجيولوجيا العكس، يعني الجيولوجيا اللي هو انت لو انت ذاكرت الدرس حلو هتروح تحل ال 60 سؤال اللي عليهم وانت مرتاح جدا. بس هتتعب في المذاكره شويه، بس بجد يعني لو انت مذاكر الماده بنسبه 80% هتحل فيها بنسبه 80%. بجد الجيولوجيا ماده مضمونه جدا، واللي انت هتذاكره هتلاقيه انت ذاكرته هتلاقيه في قلب الامتحان عادي جدا، يعني حتى لو ما حلتش لا بجد حلوه جدا يعني، بس تكون ضامن ان انت ذاكرت حلو يعني. ماشي، عايزين بقى اخر سؤالين كده مهمين عشان السكشن هيفوتنا اصلا. ربنا يستر يا دكتوره ما تسردناش. المهم، السؤال الاولاني وهو يعملوا ايه في التوتر بتاع الفتره الحاليه، يتعاملوا معاه ازاي وازاي يقللوه او يمنعوه يعني، يتعاملوا معاه ازاي مع التوتر، او انت شخصيا اتعاملت معاه ازاي؟
من احلى الحاجات في النظام دوت اللي انت بتخش الامتحانات الاول ما تنضافش للمجموع، وبعد كده بتخش الامتحانات اللي تنضاف، يعني ليك تجربه اللي انت تخش اللجنه وكده يعني، فدي بيقلل التوتر شويه. انما بقى التوتر بشكل عام انت تحل امتحانات كتير، اللي انت تقعد مثلا من الساعه 9 للساعه 12، يا جماعه انا هحل الامتحان دهوت، محدش يخش عليا اوضتي، محدش مش عارف ايه، خلاص هو كانك في اللجنه كل حاجه تمام، ميتك جنبك تمام وكل حاجه تمام، خلاص محدش يدخل عليك الاوضه، خلاص على كده يعني. تحط نفسك في وضع الامتحان وخلاص الدنيا تمام. وتحل امتحانات كتير، ده هيفيدك جدا. وبالنسبه بقى دي الموضوع التاني اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، اوعى الثانويه تاثر على علاقتك بربنا، لا بجد مهما يكون ايه حتى حصل، لو انت ليله الامتحان مش مذاكر احد، روح صلي والدنيا تمام عادي جدا. والله انا في حتت حرفيا ما كنتش مذاكرها في الاحياء، جه النقط منها والله تقريبا يعني زمايلي اختلفوا فيها اللي هم الشاطرين والمذاكرين، وانا حليتها عادي جدا، يعني سبحان الله. فلا اوعى علاقتك، اوعى الثانويه تاثر على علاقتك بربنا بجد. ماشي. فهو تلخيصا كده قال لك ايه؟ ان انت تركز بس انك تحل كتير، تحل شوامل كتير، وتحط نفسك في موضع الامتحان، تعيش لجنه الامتحان قبل ما تدخلها. وقال لك انك عندك فرصه ان انت بتدخل الامتحان قبل الامتحانات اللي بتضاف للمجموع، يعني انت عندك فرصه تجرب وتعيش جو اللجنه قبل ما تخش فعلا اللجنه اللي بجد، امتحان العربي وامتحان الفيزياء والكلام ده، لا قبليه بتخش امتحانات بقى اللي غير مضافه للمجموع. فده بيديك ايه؟ اريحيه كده، انك انت اتعودت على اللجنه وخدت على جو اللجنه. وركز على علاقتك بربنا، الصلاه الصلاه الصلاه، دي اهم حاجه في حياتك حرفيا، ما يعني مفيش كلام فيها اصلا، فاهم؟ ده مش اوبشن، ده انت لازم تعمله، فاهمني؟ والقران يعني على الاقل صفحه كل يوم، صفحه بس، مش عايز اكتر من كده، صفحه كل يوم وخلاص. ويفضل انت مثلا بين البريكات المذاكره، انت مثلا مذاكر ساعه وبتاخد بريك 10 دقائق او 5 دقائق، اقرا في ربعين قران بس. اوعى تفتح في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اقسم بالله اكتر حاجه تدمرك، ابعد عنها خالص خالص. وعايزين بقى سؤال كمان، اخر سؤال، كنت متوقع تجيب كام وجبت كام؟ او في سؤال كمان برضه. قبل الامتحانات ولا بعد ما خلصت الامتحانات؟ الاثنين. لا قبل الامتحانات كان مستواي عادي جدا، مش عارف اصلا اي حاجه، مش عارف يعني مثلا انا من الطبيعي اصلا انا كنت بطلع ايه السابع الثامن، فاللي هو عادي واحد عادي بيذاكر عادي جدا، وخلاص في اخر السنه بيطلع السابع ولا حاجه عادي، اللي هو كنت متوقع مثلا 90% كده. بس بعد الامتحانات كنت متوقع مثلا 95%، فرقت معايا درجتين في العربي في الفيزياء ودرجتين في الكيمياء تقريبا، عشان كنت بروح اراجع ورا كل امتحان بعد كل امتحان، ودي حاجه مش حلوه اللي يعرف يعملها يعني اللي بيعمل كده يا ريت ما يعملش كده يعني. ماشي تمام. انا برضو كنت متوقع الصراحه، انا على العكس كنت متوقع 92 ونص، جبت 93 ونص، فاهم يعني؟ انا لقيت المجموع بتاعي اعلى ما كنت متوقع ب 1%. كنت بتراجع؟ اه بصراحه كنت راجع، بس ايه مش في كل المواد يعني، موضوع المراجعه ده ليه حوار لوحده هنتكلم فيه في فيديو تاني عشان الموضوع كبير يعني. عايزين بس سؤال كمان، غلطه عملتها في المراجعه تنصحهم ما يعملوهاش، وحاجه مهمه جدا تنصحهم يعملوها، تقول لهم ايه؟ الغلطه اظن انا قلتها في قلب الفيديو، اللي هو حل كتير، انا ما حلتش كتير، حل كتير في الفيزياء والكيمياء، وحل امتحانات كتير، صدقني هتقلل التوتر، يعني اكبر عامل لها ان هي تقلل التوتر. بص لو ما استفدتش واحد من سؤال واحد حتى هتقلل توترك، يعني هتخليك قاعد في الامتحان معنى الكلمه كده ايه، عندك برود اعصاب، مش هتوترك بجد. وبالنسبه يا شباب للنصيحه، انت تغلط عادي جدا، لو انت غلطت كتير في الامتحان خصوصا اول امتحان، يعني اول حبه امتحانات هتحلهم، صدقني لو وصلت الاخطاء اللي انت تغلط نص الامتحان كله، يعني لو الامتحان 60 نقطه غلطت في 30 نقطه عادي جدا. فاللي انا عملته كان غلط، اللي انا كنت رايح احل نقطه وبعدين ارجع اذاكر الدرس تاني عشان غلطت فيها، لا دي غلط جدا. فيعني يا ريت عادي تتعاملوا مع الاخطاء عادي جدا، وبس كده. ماشي. عايزين نشكر دكتور عبد الرحمن ونحييه تحيه كبيره جدا، معلش بقى تعبناك معانا وعطلناك شويه. متشكرين جدا. واتمنى بجد يكون الفيديو فاتكم، ولو استفدتوا ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان ده بيشجعنا نكمل ان شاء الله، وتعملوا لايك، ولو عندك اي سؤال في الكومنتات اكتبه وان شاء الله هنجاوب عليه باذن الله. وبس كده، سلام.